يسعد لي كل اوقاتكم يا رب حبايب قلبي ومتابعيني الغاليين من ما كنتوا عم بتتابعوني. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وبأحسن حال يا رب. اخواتي وحبايب قلبي ومتابعيني الغاليين، حبيت اعملكم اليوم فيديو كتير حلو. اكلة سلاية هيك سورية بالشتاء اسمها بليلة، هي بتتكون من الحمص. كتير طيبة وظريفة. تعالوا نشوف مكوناتها مع بعض. هلا هون انا جايبة نص كيلو حمص. شوفوا كيف شكله. الحبة كتير صغيرة، بس هلأ طبعا بعد ما ننقعها هلأ بتشوفوا كيف تكبر، بس طبعا ما حتكبر كتير لأنه هذا الحمص كتير صغير. عنا بسوريا لا ما شاء الله الحبة بتبقى كبيرة. هلأ هون أول شي رح أعمله إن شاء الله، بدي حطيتهم فضيت الحمصات بطبق، وبدي نقيهم مشان بيبقى أحيانا فيهم بحص أو فيهم رمل، فيهم قش، فيهم أي شي ممكن هيك تلاقي مثلا. لازم ننضفه وننقيه كتير منيح. وبعدين بعد ما نقيته اخواتي وحبايب قلبي بدي اغسله كمان كتير منيح، هيك مثل ما انتم شايفين بدي اغسله بالمي مثل ما قلت لكم، عشان اذا في تراب يحلحل في اي شيء. بس هو والله نضيف بصراحة، ما طلع من يعني ما طلع معي اي شيء. كتير نضيف الحمص وما في شيء. مثل ما بتعرفوا هلا هيك بالشتاء هالاكلات طيبة وبتدفي وكتير ظريفة. شايفين حبايب قلبي، اهم شيء اني اغسله من بعد ما نقيته وبكب ميته، يعني بغسل وبكب ميته لحتى اتأكد انه نضف وميته ما فيها اي تراب او رمل. من بعد ما هلأ انا هيك غسلته تمام وكبيت منه المي، نقعته بمي سخنة. اذا انتي مستعجلة عليه نقعيه بمي سخنة. اذا مالك مستعجلة حتنقعيه من قبل بيوم مو مشكلة، نقعيه بمي باردة عادي. بس انا والله لاني بدي اعمله بنفس اليوم، يعني نقعته من قبل ما اني ساويه بشي ساعتين، حطيت له مي سخنة وانتقعوا ما شاء الله حوله. هلا هون طبعا انا حطيت الحمصات بعد ما كبيت ميتهم، حطيتهم بالطنجرة وحطيت عليهم كمان مي سخنة، وبدي شغل النار تحته وخليه يستوي على اقل من مهله. غطيه ويستوي على اقل من مهله. اكل معي تقريبا والله شي نص ساعة على الغاز، ما اخد وقت كتير كمان. شوفوا بسم الله ما شاء الله الحباية استوت. الحباية استوت وكل شي تمام. هلا هيك بقى اخواتي وحبايب قلبي، هلا انا بدي اسكبه. هلا بتشوفوا كيف طفيت عليه النار مثل ما قلت لكم، وبدي اسكبه. طبعا بينسكب بزبادي بصحون هيك غميقة غويطة، لانه لا بينحط هو والمرقة تبعه. طريقتنا نحن بسوريا بتختلف عن طريقة اخواتي بمصر. دقة الحلبسة عندهم كمان كتير طيبة، بس هون بمصر بحطوا لها بقى بصل وثوم وبندورة طماطم. نحن لا بصراحة بس هيك حمص والمرقة تبعه وملح. الملح هذا حسب الرغبة عندك انت كيف تحبي ملح الاكلة. وكمون، ملح وكمون وعصرة ليمون، يعني يبقى مزز هيك حامض شوي. يعني بتزبطي انتي ملحه وحمضه على كيفك وبس. بتقلبيهم كتير منيح لحتى تتأكدي انه تمام. طعمتها هيك بتاخد العقل، هيك بالشتاء حطيها وبتعدي بتاكليها وبتتدفي. والله جربوها هيك على طريقتنا رح تعجبكم. عنا بسوريا اسمها بليلة. كتير طيبة وظريفة ورح تعجبكم، ومثل ما قلت لكم بالشتاء غير شكل كتير طيبة وبتدفي وما أحلاها. شايفين حبايب قلبي؟ لا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. وشكرا كتير لكم حبايب قلبي على المتابعة. ولكل مين عم شاف قناتي وحب المحتوى اللي عم قدمه، لا ينسى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يوصلوا مني كل جديد. وشكرا كتير لكم على المتابعة حبايب قلبي. ولا تنسوني من اللايك وتعليق حلو هيك مثل قلوبكم حبايب قلبي. وإن شاء الله هيك يا رب ربي يجبر خاطري وخاطركم يا رب، ويفرحنا جميعا بالتوفيق والنجاح. وإن شاء الله هيك يا رب بشوفكن على خير بفيديوهات جديدة تعجبكم بإذن الله. بأمان الله ومع السلامة.